هذا النوع من الرجال، الذكور مش الرجال بقى، هتقابليه في مجالات كتيره قوي، وهو الذكر اللي بيشوفك هتيجي سكه ولا لا. كل واحد ليه تكنيك بتاعه، وانا هقول لك انا وغيري اتعرضوا لتكنيك عامل ازاي، واكيد انت تعرضتي لهذا التكنيك. رحت مثلا عملت انترفيو في مكان، انترفيو بيبقى معروف، بتدخلي تقعدي تسالك انت كنت بتشتغلي ايه قبل كده وعملتي ايه، والسي في بتاعتي قدامه، فاول كلمه بسم الله الرحمن الرحيم بيقول لي انا ما يهمنيش اللي فات. ما يهمكش اللي فات؟ وانت هتتجوزني؟ انت المفروض تبقى عارف انا الباك جراوند بتاعي ايه او اشتغلت ايه، او ان انت هتقبلني او ترفضني. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى، هو ابتدى يهزر ويضحك، هو شخص هلاس، واستغربت الحقيقه، خد في كلام ما ينفعش الواحد يخوض فيه في انترفيو، يعني استغربت قوي. وانت بتشيشي؟ قلت له لا ما بشيش. فانا كنت دلوقتي ده ميعاد الشيشه بتاعي، تعالي عشان كنت هعزمك على الشيشه. قلت له لا انا ما بشيش الحقيقه. رحت راجعين للموضوع بقى، انا عايزه اتكلم في الشغل بقى، ايه برضو الجوب ديسكريبشن هعمل ايه. راح برضو ابتدى ايه يتطرق. راح الثانيه بقى بتشرب؟ قلت له لا والله حاجه انا ما بشربش. لا انت غريبه قوي. غريبه عشان ما بشربش؟ غريبه. قلت له للاسف بقى هنعمل ايه. قعد بقى يتكلم في حاجات، انا متجوز بحب مراتي، بس انا عادي ان انا ممكن اصاحب. خلاصه الكلام ان انت هتلاقي هذه الانواع من الذكور كتير، هو خلاص بيعرف من طريقتك من غير ما تقفشي، من غير ما تخسري شغلك، ما دام الموضوع ما تعداش حدود اكتر من كده. حد صديق بيقول لي ان هي واحد قال لها في انترفيو بتعرفي ترقصي؟ نوع من الذكور اتهبلوا الحقيقه. ديش المواضيع على اعصابك ان انا عرفت ان صديقي ده ان هي نزلت قعدت تعيط. انت هتقابلي من الانواع دي كتير. لو انت هتاخدي كل حاجه على اعصابك هتتعبي قوي. خدي الموضوع بهدوء، اعرفي ان الدنيا فيها كده وفيها كده، في رجاله محترمين، في ذكور رخيصه انا مسميهم رخاص قوي. فاهدي وخديه بتفكير وبحكمه عشان ما انت ما تتعبيش. هتلاقي الكلام ده كتير قوي.